الشخصية القماصة شخصية موجودة في حياتنا كلنا. عايزين نوصف الشخصية القماصة، عايزين نعرف ازاي نتعامل مع الشخصية القماصة، عايزين نعرف نتخلص من صفات الشخصية القماصة لو أنا شخصية قماصة. هنجاوب على الثلاث حاجات دول في الحلقة دي بإذن الله. نبدأ بالصفات. من صفاتها إنها شديدة الحساسية. طبعا شخص بيزعل من حاجات تعتبر صغيرة جدا ممكن غيره من الناس ما يكونش بيزعل منها. عدد مرات الزعل بتاعه بيكون كتير، بيتكرر. أحيانا بيبقى فيه مبالغة في الزعل، يعني الحاجة المفروض تستحق زعل قد كده لكن هو بيزعلها زعل كبير. ساعات بيبقى رجوعه من الزعل بيبقى شيء صعب جدا عليه، مهما حاولت إنك أنت تقول له طب حقك عليا وأنا آسف ما بيرجعش عن موقفه. ساعات، مش دايما، ساعات هو بيبقى زعلان ومش بيعبر عن الزعل. يعني انت تبقى بتسأله مالك فيك ايه، ما فيش، ما يديلكش اي احساس باي حاجة، فانت ما تكونش عارف هو فعلا زعلان ولا لا. طبعا هو شخصية متقلبة المزاج الى حد كبير، ودي واحدة من مشاكله. احيانا مش دايما بيلعب دور الضحية، ولكن كتير من القماصين بيستخدموا الموضوع ده احيانا كنوع من انواع الابتزاز العاطفي او الضغط النفسي على الاخر، عشان يعني ياخد منك استعطاف او ياخد منك تأكيد على زعلته او ياخد منك اعتذار غير مستحق. كل اللي احنا قلناه ده هي من صفات الشخصية القماصة. طيب ايه هي احسن طريقة ممكن نتعامل بيها معاه؟ بما انه هو بيلعب دور الضحية، من فضلك بلاش انت تلعب دور المتهم دايما. حاول تخرج نفسك من الدايرة دي عشان نساعده ان هو يخرج نفسه من الدايرة اللي هو فيها. مهم جدا ان احنا نفهم المقموص مننا ده ان احنا مقدرين زعلتك واحنا فاهمين انك انت زعلان، بس الفرق ما بيننا وما بينك ان احنا حاطينها في حجم اقل شوية. احنا مش لاغيين حجم الزعل بتاعك، بس احنا مش مكبرين حجم الزعل بتاعك. القماص شخص ما عندوش استعداد انك انت تتكلم معاه في وقت قمصته، في وقت زعلته. انت محتاج انك انت تستنى ساعتين 3، احيانا يومين 3، احيانا شهرين 3 عشان تعرف تتكلم معاه. حاول معاه ان انتوا تحطوا حدود للتعامل، ودي حاجه لمصلحته ولمصلحتك. احنا بنعوده وبنعلمه ان في حاجه اسمها زعل، في حاجه اسمها حدود، في حاجه اسمها الاخرين ليهم حق ان هم كمان يعبروا عن زعلهم او يعبروا عن اعتراضهم على الزعل بتاعك مع احترامنا الكامل لزعلتك. طيب السؤال اللي انا شخصيا بعتبره اهم جزء في الموضوع، لو انا شخصيا شخصيه قماصه انا اعمل ايه في نفسي؟ طب انا عرفت من الكلام اللي فات ان انا ينطبق عليا الكلام ده، اعمل ايه؟ اتخلص منه ازاي؟ اول حاجه هنصحك بيها انك انت اعمل سجل للزعل. يعني جيب ورقه وقلم اكتب فيها انت كنت زعلان من ايه، وابدا انك انت رقم الموضوع، بمعنى ان انت تقول هي الموضوع ده كان يستاهل 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10 زعل، وابدا انك انت تحكم في الموضوع. ال7 نزلها ل6، وال6 نزلها ل5، وال5 رجعها ل4، بحيث انك انت تبدا انك انت تصغر حجم زعلتك من الموضوع، فواحده واحده هتبدا تتخلص من الزعل. طبعا الزعل اللي هو الغير مستحق اللي هو بيخلينا قماصين، ده المقصود. حاجه التانيه اسال نفسي، هو الزعل كان حل؟ يعني هل انا لما زعلت، انا لما اتقمصت، انا لما قفشت، انا لما هل انا حليت المشكله ولا كبرتها ولا صغرتها ولا لغيتها ولا انا عملت ايه؟ ده سؤال صادق مع نفسك عشان انت هتعرف منه حجم الموضوع وكيف كان يجب انك انت تتصرف في هذا الموضوع. لو انت السايلنت قماص، لو انت القماص الساكت، من فضلك اتعلم انك انت تعبر عن زعلتك، انك انت تعبر عنها تعبير شفوي. قول للشخص اللي انت زعلان منه انا زعلان منك، لان ده بيفتح مجال للحوار ما بينك وما بين الاخر، فيبدا يفهمك وتبدا تفهمه، وكثيرا من الزعل بيصغر مع المناقشه. النصيحه اللي بعدها اني برجوك خفف من توقعاتك في الاخرين. الهاي اكسبكتيشنز او التوقعات والتمنيات الزائده الكبيره اللي احنا بنحطها في الناس مش حقيقيه، دي فيها مبالغه من عندك. اقتنع بكده عشان تعرف تتعامل مع الناس. النصيحه اللي بعد كده هي حاول تعمل تفسير بديل، ودي واحده من التمرينات اللي اتعلمناها من العلاجات النفسيه، ان في حاجه اسمها التفسير البديل، في حاجه اسمها ممكن جدا اللي انا فكرت فيه او التفسير اللي انا اديته للموضوع ممكن يكون غلط. فدايما اعمل تفسير بديل للاشياء. يمكن كان بيهزر، يمكن ما كانش يقصد، يمكن دخل كلمه يمكن في تفسيراتك البديله عشان ده هيساعدك على تخفيف حده الزعل. خلاصه القصه انك انت لازم تنوي انك انت تتخلص من الموضوع ده، لانه فعلا هو بيعمل لك مشاكل كتير مع ناس كتير، وده هيساعدك انك انت يكون عندك مستوى اعلى من الذكاء الاجتماعي وعلاقاتك تكون احسن ان شاء الله. اتمنى انها تكون حلقه مفيده. من فضلك ما تخلينيش ازعل منك واتقمص منك، انقلها لغيرك لانها فعلا فيها فايده باذن الله. اشوفك على خير. سلام.